قبل ما نحكي لازم اقول لك حاجه. في تاريخ المصارعه في اتحادات اتولدت من الكاميرات، من العقود التلفزيونيه الضخمه، من المكاتب الفخمه، بس اللي هنحكي عنه النهارده ده ما اتولدش، ده انفجر. كان في مكان اخر شارع طويل في فيلادلفيا، شارع لو انت مش من اهل المنطقه محدش هيدلك عليه، مكان ريحته شبه جراج عربيات، سقف واطي، حيطانه مشققه. مع كل ده كان في جمهور غريب مهووس، تقسم ان اللي حصل جوه ده ما كانش مصارعه، ده كان شيء اكستريم. وهنا هتبدا الحكايه، حكايه اتحاد اتبنى من القذاره، من الدم، من الاصوات اللي طالعه من صدور الناس بتصارع كانها اخر ليله في حياتهم. اتحاد محدش كان شايف له مستقبل، ومع ذلك غير مستقبل المصارعه كلها. اتحاد لو اتنطق اسمه قدام واحد عاش الفتره دي تلاقي ضحكه صغيره خارجه من القلب وضرس مكسور من زمان بيوجعه. طب اسمه ايه؟ ECW. 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 انا كريم وده المكان اللي حكاوي المصارعه ما تموتش فيه ابدا. حكاوي المصارعه. قبل ما يظهر اسم ECW كانت فيلادلفيا مدينه غضبانه بطبعها، مدينه الناس فيها مش بتحضر مصارعه، الناس فيها بتحضر قتالات. في وسط المدينه دي ظهر واحد اسمه تود جوردون، راجل بسيط شكله مش بيقول انه هيغير تاريخ المصارعه للابد، لان شغله الاصلي كان تاجر مجوهرات، لكن هوسه الحقيقي كانت المصارعه اللي على الهامش، المصارعه اللي فيها الجمهور هو اللي بيسوق العرض مش الكاميرات. جوردون كان بيلف القاعات الصغيره في فيلي يشوف اتحادات محليه بتموت قدامه، لكنه كان شايف في الجمهور حاجه مختلفه، ناس مش جايه تضحك ولا جايه تشوف ابطال لامعين، دول ناس جايين يشوفوا حاجه بتتخانق، حاجه خشنه، حاجه شبه الشوارع اللي هم عايشين فيها. وهنا قرر سنه 92 يعمل اتحاد باسم ايسترن شامبيونشيب ريسلينج، الاسم اللي كان تقليدي، بس الفكر في دماغه ما كانش تقليدي خالص. هو كان بيحلم يبني مكان يلم المنبوذين، المصارعين اللي الكبار رموهم والناس اللي عندها حاجه تثبتها. وقتها كان بول هيمن طالع من WCW بعد طرده، شاب صغير بس لسانه اطول من اي مدير في الصناعه، شغله دايما بيحرج الناس اللي فوقه، لكن جوردون شاف فيه حاجه مختلفه، شافه وحش لو اتساب هيولع الدنيا. بول كان شايف نفسه مخرج سينما مش كاتب سيناريوهات، كان بيخطط يعمل مصارعه شكلها زيه، سريعه وعنيفه وسوداويه ومتمرده ما تعرفش تتنبأ بيها. ولما قعد مع جوردون الاثنين اتفقوا على حاجه واحده، احنا هنعمل اتحاد مش شبه اي حد. فيلادلفيا نفسها كانت مستعده للتجربه دي، جمهورها معروف انه اذكى جمهور في امريكا واشرس جمهور في نفس الوقت. لو مصارع عمل حاجه غلط الجمهور بيقلب عليه في ساعتها، ولو مصارع نزف او عمل حركه قويه الجمهور يقول انكور، يعني عيدها تاني. مكان زي 2300 ارينا اللي اتعرفت باسم ECW ارينا بعد كده، قاعه سقفها واطي وحيطانها مشققه، كان المكان المثالي للاتحاد ماشي عكس الدنيا كلها. ECW في بدايته كان تابع ل NWA، جهه تقليديه، اكبر اتحاد في التاريخ بتحافظ على شكل المصارعه القديم، لكنه كان خلاص بدا يتعب وبدا ينهار وما كانش موجود على الساحه كروس، الليله اللي الخط اتعدى فيها. هنا يجي دور شين دوجلاس، مصارع موهوب، لكنه في WCW WWF كانوا شايفينه نجم نص نص، ما فيهوش كاريزما تكفي. لكن بول هيمن شاف العكس، شاف واحد عنده حاجه عايز يثبتها، واحد عايز لحظه تخلي اسمه يتكتب في التاريخ. بول اداله الفرصه دي وقال له هديك لحظه، لكن لازم تبقى مستعد تعمل حاجه محدش عملها قبل كده. المباراه كانت على حزام NWA World Heavyweight Champion، اقدم واهم رمز في تاريخ المصارعه القديمه. شين دوجلاس دخل قدم حياته جوه الحلبه لحد ما كسب، لكن اللحظه دي ما كانتش لحظه تتويج، كانت لحظه تدمير. شين مسك الحزام، بص للكاميرا وقال ده رمز للماضي انتهى، ورماه على الارض قدام العالم كله. في ثواني الاتحاد اتحول من ايسترن لاكستريم شامبيونشيب ريسلينج. جوردون كان عارف ان اللي حصل ده مفيش رجوع منه، ده اعلان حرب. وبيل هيمن كان واقف في الخلف مبتسم، عارف ان الثوره بدات، والمدينه اللي عمرها ما حبت النظام لقت الاتحاد اللي شبهها. كده اتولد ECW الحقيقي، مش اتحاد، دي قنبله جاهزه تنفجر. قبل ما الناس تحفظ اسم ECW وتردده زي الهتاف، لازم نرجع لليوم اللي NWA كانت بتموت فيه. اتحاد قديم عظيم عاش عليه اساطير، لكنه وصل لمرحله ان مفيش حد قادر يشيل اسمه، كل الاتحادات الكبيره سابته، كل المواهب الجديده راحت لWCW او WWF، وبقى في احساس ان الاتحاد خلاص خلص، لدرجه ان الاداره نفسها كانت مستعده تعمل اي حاجه، واقصد اي حاجه، بس عشان ترجع حزام NWA World Heavyweight Champion تاني للحياه. فطلع اقتراح غريب، نعمل بطوله تتويج في اي مكان، حتى لو كان في قاعه صغيره في فيلادلفيا. وهنا حد قال كلمه غيرت التاريخ، في اتحاد صغير اسمه ECW، الجمهور هناك مش طبيعي، نعمل البطوله عندهم. NWA ما كانتش شايفه ان ECW ده اتحاد تمرد، كان بالنسبه لها مجرد مكان فاضي نقدر نعمل فيه الاحتفال الرسمي ونمشي. لكن الليله دي ما كانتش مجرد بطوله، كانت فخ، كانت كمين. كمين ده ما كانش مترتب من تود جوردون، لا، كمين ده كان في دماغ راجل تاني، راجل لسه الجمهور ما يعرفش انه موجود، بول هيمن. المهم الليله اتحددت تورنمنت نهايتها ماتش نهائي ما بين اتنين مصارعين جامدين، تو كولد سكوربيو الطيار الخفيف المحبوب المحترف،
وشين دوجلاس المصارع العصبي اللي عنده كاريزما ودماغ مش سهله. سكوربيو كان المرشح الطبيعي بالنسبه للان دبليو اي، بطل هادي ومحترف يقدر يعمل احتفال نظيف، هيعمل شو مع الجماهير والناس تحبه. بس دوجلاس كان شايل الدنيا على دماغه ورا الكواليس، كان فيها همسات وكان في كلام عن خطه، كلام ان الليله دي مش ليله تتويج، دي ليله قطع العلاقات. اللي محدش كان يعرفه ان بول هيمن هو اللي كان بيزق الشراره خطوه خطوه. الماتش بدا ياخد شكل محترم، سكوربيو بيتسيل، دوجلاس بيرميه الارض، تبادل ضربات، حماس، جمهور فيلادلفيا يصرخ باعلى صوته، بس النهايه كانت محسومه. دوجلاس مسك بيلي تو بيلي، حكم نزل 1 2 3، دوجلاس بقى بطل ان دبليو اي الجديد. هنا المفروض كان ياخد الميكروفون ويقول خطبه شكر، يشكر التاريخ والجماهير والاساطير ويشكر الاتحاد انه اداله الفرصه دي، لكن دوجلاس مسك الميكروفون، بص للكاميرا بنظره فيها غضب فيها قرف، بدا يقول اسامي ابطال ان دبليو القدام، لوسيز، هارلي ريس، جاك بريسي، داستي روز، ريك فلير، وكل ما يقول اسم صوته يعلى ونبرته تسود اكتر. وبعدين فجاه قال الجمله اللي هزت تاريخ المصارعه: انا بحترم كل اللي جم قبلي ولكن الحزام ده مات. ورفع حزام ان دبليو اي ورماه على الارض كانه زباله. في اللحظه دي الصوت اللي اتكسر جوه القاعه ما كانش صوت جمهور، كان صوت قبر بيتقفل على اتحاد قديم. اللحظه دي كانت بدايه الاكستريم، بدايه اي سي دبليو الحقيقيه. لكن السؤال: مين صاحب الفكره؟ مين اللي خطط لليله؟ مين اللي خاطر المتمردين؟ مين اللي كان واقف في الكواليس عامل زي الشيطان بيتفرج على فوضى؟ هو اللي ولعها: بول هيمن. نبدا ندخل في الحكايه اللي لازم تتحكي. بول هيمن ما كانش نجم، ما كانش جسم، ما كانش وحش، كان دماغ من النوع اللي يدخل اي مكان يفضل يدور على الزرار اللي بيتحكم في كل حاجه. بدا حياته طفل ماسك كاميرا بيتهرب ورا الحبال يصور النجوم، يقرب اكتر من اللازم، لدرجه انه في مره اتشد من القاعه واترمى براها لانه كان واقف جوه منطقه المصارعين بدون اذن. لكن بول ما كانش بيطرد، كان بيتسحب تاني من باب جانبي. كبر بقى مصور، ثم بقى يشتغل علاقات عامه، ثم بقى في وسط المصارعين معروف، لحد ما دبليو سي دبليو شافته واصطادته. دخل دبليو سي دبليو باسم بول اي دينج، مش بتمثل، شخصيات بتحس. لكن المشكله ان طريقته ما كانتش عاجبه الاداره، لسانه طويل، اعتراضاته كتير، كل يوم خناقه، كل يوم قضيه، لدرجه ان بقى في قضيه فعلا قانونيه ما بينه وما بين دبليو سي دبليو بسبب مشاكل في العقد. بعدين اتطرد. الراجل اللي اتطرد ده راح على فيلادلفيا، مكان صغير زي ما قلنا، قاعه سقفها واطي، بس جمهور جعان للعنف، مصارعين مرفوضين من كل اتحادات الدنيا، ناس شايله جروح، نفوس محروقه، كرامتها متكسره. بول بص للقاعه وبص للنجوم وقال الجمله اللي غيرت مستقبل الاي سي دبليو: دول كنز اللي محدش فاهمهم دول، بس انا فاهمهم. من افكار بول ان كان بياخدوا المصارع اللي اتحرق في دبليو سي دبليو او فشل في دبليو دبليو اف، يقول له انسى اللي فات، هنا هتبقى وحش، هتبقى نجم، بس اسمع كلامي. كان كلامه دايما واضح: عايزك تبقى نفسك، مش نسخه، مش شخصيه اتفرضت عليك، نفسك وبس. الاسلوب ده هو اللي خلق روب فان دام، هو اللي عمل منتاز وحش، هو اللي خلى تومي دريمر يبقى روح الاتحاد، وهو اللي خلى سابوه يبقى كائن من عالم تاني. حتى نيو جاك، بول فهم ان الجنون اللي جواه مش لازم يستخبى، بالعكس لازم يتفتح. في الوقت اللي اي اتحاد كان بيجمع مصارعين شبه بعض، بول كان بيجمع اللي محدش عايزه ويحولهم اساطير. من هنا بدا البناء الحقيقي لهويه الاتحاد. بول ما كانش بس كاتب ولا مدير ولا مبدع، كان قائد طائفه اسمها اكستريم. القاعه اللي سقفها واطي بقت معبده، والجمهور اللي بيزعق اكتر من طاقته بقى جنوده. وما صرش انه يلعب بامان، بالعكس كان كل يوم يقول للمصارعين: عايز المجنون اللي فيك يطلع، انسى ان في كاميرا، انسى ان في شبكه، انسى ان في مسؤول يحاسبك. هنا في نفس الوقت ده كل اللي حصل مع ان دبليو اي كان مجرد مقدمه، شراره بس بول استغلها عشان يولع المكان الاتحاد وفي العروض حتى نهايه عام 97. بعد ما تحول الاتحاد من ايسترن لاكستريم، اي سي دبليو احتاجت وجوه تحمل الثوره، مش بس اسماء لكن شخصيات حقيقيه، وحوش واساطير. شين دوجلاس المهندس الاكاديمي للثوره. شين دوجلاس كان عقل اي سي دبليو، راجل فاهم سيكولوجي الحلبه اكتر من اي حد، جسم متوسط، عضلات واضحه بس مش جيم بوي، وشه دايما فيه ثقه واستفزاز. لما مسك المايك في ليله ان دبليو اي الشهيره ورمى الحزام، ده كان اعلان رسمي ببدايه الثوره. هو اللي اسس شخصيه فرانشايز، الاستاذ اللي بيدخل حلبه يعلم الخصم درس. شين دوجلاس كان الصوت اللي بيقول لجمهور اي سي دبليو: احنا مش اتحاد صغير، احنا مستقبل المصارعه. تيري فانك الاب الروحي للفوضى. تيري فانك في اي سي دبليو كان اسطوره ماشيه على رجلين، جسمه كله اصابات قديمه، كتافه واقعين، خطواته تقيله، لكنه عنيف بشكل يخوف. جمهور اي سي دبليو كان بيحس انه داخل يشوف راجل بيحارب اخر حرب في حياته. كان بيدي شرعيه للاتحاد لانه اسطوره زيه مستعد تتحط على سلك شائك وتتضرب بباربر دوايت في مكان صغير يبقى المكان ده حقيقي. فانك علم الناس ان الالم مش بس شو، ده حكايه عمر. سابوه الراجل اللي جسمه تاريخ جروح، سابوه كان داخل حلقه كانه سباق مع الموت، جسمه كله علامات حرب، خطوط محروقه، اثر السلك شائك، جروح مفتوحه، جلد مش ملاحق يلتئم. شكله لوحده كان رعب، لكن الجنون الحقيقي في عقليته. مفيش حركه صعبه، مفيش طيران خطر، مفيش ارتطام على ترابيزه الا وهو بيعمله. كان بيصارع بعقليه لو وقعت اموت، بس انا بطير. سابوه هو اللي عمل تعريف جديد للهارد كور، تعريف اسمه الالم الارادي.
ان انا بضحي بجسمي مقابل ان انا اقدم للناس عرض ينبسطوا منه. نيو جاك الفوضى اللي ماشيه على رجلين. نيو جاك مش مصارع اصلا، نيو جاك حاله يدخل على موسيقى تخليك تفهم انه في حد هيموت النهارده، شايل سكاكين، دباسات، عصيان، تلفزيون قديم، تليفون، اي حاجه في دماغك هتلاقيه طالع بيها عشان يضرب بيها وبس وخلاص. مفيش قواعد، مفيش سكريبت. نص الماتشات كانت رد فعل لحظي، يجري فوق السلالم، يرمي نفسه من فوق البلكونات، يضرب من غير ما يحسب اخرها فين. نيو جاك كان رعب حقيقي، النوع اللي الجمهور مش عارف يتريق عليه كأنه بيخاف منه بجد. تومي دريمر قلب الاتحاد النابض. تومي دريمر كان ابن اي سي دبليو الحقيقي اللي بيتضرب عشان الجمهور ينبسط وبيقوم عشان الاسطوره تكمل. جسمه جسم واحد حقيقي، مش مثالي، مش مصارع، مش منحوت، لكنه فيه اصرار. دريمر كان ممكن يخش ماتش عارف انه هيطلع بوشه منتفخ وكتف مخلوع، بس بيدخل. كل عداواته كانت شخصيه، كل ضربه ليها وزن. عداوته مع ريفن لوحدها كانت كتاب كامل في سيكولوجي الالم. ريفن الف ذنب، لما يدخل الحلبه ما بيصارعش الخصم، بيصارع العالم كله. كل برومو كان قصيده كراهيه للكون، كل ماتش كان مشهد من فيلم نفسي. عداوته مع دريمر كانت اقرب لعلاج نفسي فاسد، اتنين بيدمروا بعض عشان يستكملوا الحكايه. تاز الوحش القصير. تاز كان جدار من اللحم، رقبه شبه خوذه، ظهر عريض، قوه عضليه مضغوطه، شكله لوحده كان يديك انطباع انه مقاتل شوارع. الفوطه اللي على دماغه كانت طقوس قبل الحرب، ولما بيشيلها الجمهور بيعرف ان وقت التكسير جه. سوبلكساته كانت مرعبه لدرجه ان المصارعين كبار كانوا بيرفضوا يتحركوا معاه خوفا من انه يرميهم بجد او يسيب حد فيهم. تاز كان ايقونه القوه الغاشمه. RVD الرياضي اللي سابق زمنه. روب فان دام كان تحفه بشريه، جسم مرسوم، مرونه مش طبيعيه، رجلين تقلب في الهواء، كونفيدنس يخلي الجمهور يهتف باسمه قبل ما يتكلم. كان اكستريم بس مش بدمويه، اكستريم ببراعه فنيه، ضربات سبيننج، قفزات مستحيله، سبريت ليج مون سولت، حاجات كانت ما بتتعملش غير بعد سنين طويله من دلوقتي. RVD كان المستقبل قبل المستقبل يوصل. مايك اوسم القاطره البشريه، طويل وضخم ولكنه مرن بشكل يكسر قوانين الفيزياء، متر في الهواء، يطير بنفسه كانه كروزر ويت. مايك اوسم كان التهديد النهائي، الوحش اللي يقدر يكسر اي حد مهما كان وزنه او اسلوبه. الدادلي بويز عيله الجحيم. بوبا راي صوته يملى القاعه، ديفون تحركاته حاده، الاثنين مع بعض كارثه. جمهور اي سي دبليو كان بيخاف منهم بجد لانهم كانوا بيكسروا كل قواعد المصارعه، يشتموا الجمهور، يضربوا اي حد يقرب، يكسروا طورات، يولعوا في الطاوله ويرموا عليها حد. الدادلي كانوا مش بس تيم، كانوا شغب منظم، هم اللي خلوك تسمع كلمه ديفون جيت ذا تيبلز تعرف ان الدنيا هتولع. ساند مان الايقونه الشعبيه للدمار. ساند مان شخصيه مش بتتكرر كتير، يدخل من وسط الجماهير، يشرب ويدخن ويكسر نفسه بالعصايه قبل ما خصمه يلمسه. شكله كان واحد من الشارع، مش رياضي، مش مستعرض، لكنه محبوب بدرجه مرعبه. دخوله نفسه كان عرض مستقل، الماتش اللي بعده مجرد فوضى زياده. راينو اخر قنبله اتفجرت في الاتحاد، جسم ضخم، كتاف زي الجدران، جريته في الحلبه شبه طور، تحس ان هو كان حد طويل بس اتضغط. الجور بتاعته اللي هي شبه السبيد بتاع مش مجرد حركه عاديه، دي حادثه بيكسر فيها جسم اللي قدامه كله. راينو كان اخر وحش حقيقي الاتحاد انتجه، ولما ظهر اي سي دبليو كانت في اواخر ايامها، فوجوده كان زي انفجار اخير قبل النهايه. وفي اللحظه دي الجمهور في فيلادلفيا واقف عايش كل ثانيه، قلبه بيدق اسرع من اي جرس، كل طاوله مكسوره، كل دمعه نزفت، كل صرف من شين دوجلاس اللي رمى الحزام، لبول هيمن اللي قلب الطاوله على كل قواعد المصارعه، لدريمر وريفن وتاز ودادليز وسابو، كل واحد منهم ساهم في رسم خريطه الجنون. والقاعه اللي سقفها واطي والجمهور اللي فيها بيعشق الالم بقت مسرح للثوره، لكن ده مجرد البدايه. الطريق قدام اي سي دبليو لسه طويل والجنون لسه ما خلصش. الجزء الثاني هيكشف لنا العداوات، ابطال الاتحاد والالقاب، مين رفع الحزام، وازاي كل نجم كتب اسمه في التاريخ، وكمان نهايه الاتحاد حصلت ازاي. انت لو كنت موجود جوه اي سي دبليو ارينا، ايه اكتر حاجه تخليك تحس بالجنون؟ شاركنا رايك في التعليقات، ولو عجبتك الحكايه ابعتها لزميلك المصارع او متابع للمصارعه عشان يعيش التجربه معاك. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان نكمل مع بعض حكايه اي سي دبليو.